وعبادة اقتصادية. أزكى لو كان العشور الزكاة هذه الحل مليح، أتفق الزكاة كنيوات إلى آخره، من الجانب الاقتصادي يرتقي ويتطور وينمو اقتصاديا، تنمو الأمة اقتصاديا. معنى في النهاية الزكاة للعبادة زر كان مسوف هذا رزقيه أتفرح الحمد لله وتزيز ديال رزقيه، خاطر بين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثقيل الإمام الماوردي صاحب الأحكام السلطانية إن الصدقة زكاة والزكاة صدقة، إن اختلف الاسمان واتفق المعنى، مخالف الاسمون صدقة والزكاة ولكن المعنى ذيون. خاطر بمدينة الزكاة أقيموا سورة البقرة 110 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اسمها الزكاة، ولكن ذاك الآية يوم الإسلام خذ من أموالهم صدقة، المقصود الزكاة. ربي مدينا ذي سورة التوبة الآية 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية رقم 60 من سورة التوبة، يقصد الزكوات. ذي مدين الإمام الماوردي الزكاة تكون الصدقة غاس مخالف يسمعون ولكن المعنى ذيون. غردني غاولاكي باش ديني باللي الملاكين الزكاة هي عبادة مالية اقتصادية اجتماعية حتى نفسية. العبد مري السوف رزقيس هذه يزدي. كلمة الزكاة عندها معنى تزدي، عندها ساعة المعنى وايض معنى النمو، معنى الرزق كذي النرني ما تشوف هذا العشور الرزق كذي النرني وإذا غادي يزدي هاتيك الشمد وين الهوارة، خاطر يونور يضمين دينا غا يونور يضمين التاجر أتسرد الصرف باش تصرد مثلا 100 فرنك ثريضاس 10 دورو، باش تصرد 100 دورو ثريضاس كان 100 فرنك صافي 90 دورني 80 دورني شمنت ماشي نيك صافي الشمد وين ونهضر في الميزان اسي الموزن غاك 7 كيلو بالك 6 كيلو شويه يغلظ الميزان تغلظ الا يزمر ديك الشم حاجه ماشي نيك يكشمد، ولكن ما تعشرض هذه يزدي كل شيء.